هل فكرتم يوما في الفرق بين المعرفة واليقين؟ نحن جميعا نعرف أن الشمس ستشرق غدا، ونعرف أن الفصول تتغير، وأن الحياة متقلبة، لكن هل قلوبنا توقن بذلك حقا عندما تشتد العواصف؟ هو إزاحة الشك. اليقين هو الحالة التي تلي الحيرة، فعندما تزدحم الأفكار والمخاوف في رؤوسنا نكون كالمياه العكرة، لكن بمجرد أن يلمس اليقين قلوبنا تسكن تلك الضوضاء. في العربية لا يسمى اليقين يقينا إلا إذا طرد الشك تماما، كما يطرد النور الظلام. هو ليس تخمينا أو احتمالا، بل هو الحقيقة في أبهى صورها بعد أن انقشع عنها غبار الوهم. اليقين هو أن تصل إلى مرحلة من الوضوح تجعلك ترى المنحة في قلب المحنة والفرج في ذروة الضيق. من الناحية النفسية، اليقين هو مضاد القلق الأول. نحن نعيش في عالم يقدس التخطيط والتحكم، ونخاف من كل ما هو مجهول، لكن اليقين يغير هذه المعادلة تماما. هو لا يمنحك خريطة للمستقبل، بل يمنحك ثبات القدم وأنت تمشي في الضباب. الإنسان الذي يمتلك اليقين لا يضطرب إذا تأخرت النتائج، لأنه يوقن أن لكل شيء أوانا. اليقين هو تلك القوة الداخلية التي تجعلك تقول ستفرج، بينما كل الظروف حولك تقول مستحيل. هو ليس إنكارا للواقع، بل هو تجاوز له. النفس البشرية بطبعها تخشى الفقد والتغيير، لكن باليقين تصبح الروح كالصخرة في عرض البحر، تلطمها الأمواج من كل جانب وهي في الداخل ثابتة مطمئنة وساكنة. اليقين يحررنا من سجن ماذا لو، ويجعلنا نعيش في رحابة ما قدر كان. هو السلام الداخلي الذي لا يستطيع ضجيج العالم الخارجي أن يسرقه منك. فلسفيا يعتبر اليقين هو المحطة الأخيرة التي يطمح إليها كل باحث عن الحقيقة. يقول الحكماء إن العلم هو أول الطريق والعمل هو وسطه، أما اليقين فهو النهاية، هو أقصى درجات الإيمان بالمعنى. عندما نصل لليقين تسقط الحاجة للأدلة والبراهين، لأن القلب صار هو الدليل. في فلسفة اللغة العربية اليقين مرتبط بالرؤية، كأنك ترى الغيب بعين قلبك. هو الانعتاق من أسر الحواس الخمس لندرك أن هناك حكمة أعمق تدير هذا الكون. اليقين هو موت الشك، وعندما يموت الشك تولد الطمأنينة التي لا تهزها الرياح. هو الاستقرار الذي يجعل الإنسان يواجه أعظم مخاوفه بابتسامة، لأنه يدرك أن خلف كل عاصفة هناك سكون عظيم ينتظره. اليقين ليس مجرد كلمة، بل هو القوة التي تجعلك نتنفس بعمق وسط الاختناق. هو سكون القلب حين تضطرب العاصفة من حولك. والآن اسألوا أنفسكم في أي أمر تحتاجون لليقين اليوم؟ وهل جربتم يوما أن تتركوا القلق وتستبدلوه بتلك السكينة العميقة؟ شاركونا في التعليقات مواقف شعرتم فيها أن اليقين كان هو منقذكم الوحيد. وفي الحلقة القادمة سنكتشف لغة الدموع. نراكم على يقين وخير.